لقيت عندي حاجات كتير من ميبلين بستخدمها وفي حاجات بطلت استخدمها خالص، فحبيت ان انا اعمل فيديو النهارده نعمل ريفيو لمنتجات ميبلين ونشوف اذا كانت هات اور مس. انا عارفه ان معظمنا عنده ميبلين حاجه او اتنين، فهقول لكم رايي في المنتجات دي، وهسيب اخر حاجه في الفيديو هي هتكون احسن حاجه انا بحب استخدمها، يعني افضل حاجه هتكون في اخر الفيديو عشان تشوفوا الفيديو للنهايه يعني. فلو انتوا اول مره تشوفوني انا صافي، ولو بتحبوا الفاشن والموضه والستايلينج والبيوتي والشوبينج، اي حاجه ليها علاقه بالفاشن، اعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتي علشان يوصلكوا فيديو الاسبوع الجاي لما انزله. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه نتكلم عنها هي الكونسيلر. ده تقريبا كل الناس بتستخدمه، وانا جربت كونسيلرز كتير من ميبلين. الكونسيلر ده عجبني قوي لانه سهل في البلندنج، بس الفكرة ان انا اصلا بستخدم شيد غلط. الشيد ده نفس الدرجة بتاعت بشرتي بالظبط، فوانا بحطه ما بحسش باي اختلاف. المفروض ان انا كنت اجيب درجة يعني افتح الدرجة دي، كل حاجة اتمسحت من على العلبة، فالمفروض ان انا اجيب يعني شيد افتح من ده. الحلو وانا بستخدم الفرشة بتاعت الكونسيلر، بيكون سهل قوي وانا بعمل بلندنج كده. اوكي، ده شكله. اوكي، ده شكله بعد ما عملت بلندنج. الفرشة اللي بستخدمها من سيفورا، رقمها 71، تحفة جدا. بستخدمها تحت العين، وكمان عشان انا بستخدم الكونسيلر مثلا في اي دارك ارياز بستخدمها وبعمل زي بلندنج كده. فدي من الحاجات اللي انا بحب استخدمها قوي مع الكونسيلر. ف اللي بحبه في الكونسيلر ده انه ما بيعملش خطوط تحت العين خالص، والبشرة بتمتصه كده، فبيكون شكله طبيعي طبعا عشان الدرجة بتاعته نفس الدرجة بتاعت بشرتي، فمديني برضو ناتشرال لوك. بعد ما اخلص ده اكيد هجرب الدرجة الافتح واشوف هيكون عامل ازاي معايا. اوكي، بعد كده البلاشر ده الدرجة بتاعته 50، لونه كده غالبا. وانا بستخدم البلاشر بحطه على الجزء ده وفوق هنا شوية. اوكي، ده شكله. انا حاطه كتير شويه علشان يبان في التصوير، بس الحركه اللي انا بعملها دي بتسحب الوش لفوق، وبيبقى برضو كونتورنج للوش. زي ما انتم شايفين في اختلاف ما بين النص اللي انا حطيت فيه والنص التاني. هعمل نفس الحركه. بحب الدرجه بتاعته قوي، مناسبه للون بشرتي، حاسه انها درجه الصح يعني. بستخدمه كمان بعد البرونزر، شكله بيكون لطيف. غير كده هو حلو يعني، عادي مش تحفه قوي. لسه لحد دلوقتي بحب الكريم بلاشر ده من ميلك، سهل قوي في الاستخدام يعني. ده ستيك من غير فرشه من غير اي حاجه، تقدري تستخدميه كده، وبرده للشفايف. ده مثلا من الحاجات اللي انا بفضلها. من الحاجات بقى اللي انا بحب استخدمها جدا هي الليبستيك. ده الدرجة بتاعته 155 واسمه سوبر ستاي. سهل جدا انك تحطيه، مش محتاجة مراية، بس انا هوريكم ازاي نعمل بيه يعني ليبستيك ونخلي شكل الشفايف فول وشكلها تحفة. فتقدري تستخدميه عادي كده.
ريحته تحفة وناعم جدا، وانا بحطه كمان بيدي لوك طبيعي، فحلو قوي في النو ميك اب لوك. بس انا غالبا بستخدم ليب لاينر نفس اللون وبحدد شفايفي. في ميك اب تيب اتعلمتها من ميك اب ارتست، هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام بتاعها في الديسكريبشن. بتقول لو احنا عايزين نحدد الشفايف اللي تحت نعمل كده ونرسم خط مستقيم. وبكده شكل الشفايف من تحت بتكون متحددة. من فوق بقى انا بحب يعني اطلع بره السنة بسيطة علشان الشفايف تبان اكبر، وبكده اكون عملت لوك بالليبستيك شكله لطيف. ده ينفع للخروج الصبح، للشغل، للجامعة، بحبه جدا. تقدري تاخديه معاكي في الشنطة، يعني تقدري بقى ايه تحطي في اي وقت مثلا بعد ما تاكلي، ان هو بيتمسح بسرعة. فده من الحاجات اللي انا عجبتني جدا، واكيد هجرب منها الوان تانية. نيكست، الماسكارا دي كل الناس كانت بتتكلم عنها، وانا يعني حبيت طبعا اجربها واشوف اذا كانت حلوة ولا لأ. هي حلوة جدا في الاستخدام، لكن تستخدميها كل يوم مش هينفع، لانها صعبة جدا وانتي بتشيليها. يعني انا وانا بحط ماسكارا عايزة رموشي يبان شكلها حلو وطويلة وتقيلة وكل حاجة، بس لما اجي اشيلها برضو ببقى محتاجة رموشي تفضل في عيني. فدي من الحاجات اللي انا ما حبيتهاش خالص وبطلت استخدمها، وتقريبا هي نشفت. بس هي بتعمل لوك لرموش تحفة جدا. هوريكم شكلها. اوكي، ده شكلها. فرق طبعا ما بين العين اللي انا حطيت فيها والعين اللي محطتش. فزي ما انتم شايفين قعدت فترة الفرشة بتاعتها يعني اتكتلت كده فيها. هستخدمها على العين التانية. هي خلت رموشي كده تلزق في بعض، فحاول الاقي فرشة اسرح بيها رموشي. اوكي، هجرب الفرشة دي. حاولت اني افصل الرموش على قد ما اقدر بالفرشة، بس يعني it's not working. ومش عايزة احط طبقة تانية لانها هتكون اصعب وانا بشيلها. فدي من الحاجات اللي انا بطلت استخدمها خالص، وغالبا هرميها بعد الفيديو. وانصح اي حد انه ما يجربهاش. من الحاجات اللي انا بحبها قوي هي الليبستيك ده، اسمه سوبر ستاي مات انك. الدرجة بتاعته ولونه تحفة وبيليق عليا قوي. الدرجة بتاعته 80. واغلب الناس بتسألني انا حاطة ليبستيك ايه وانا حاطاه. الحلو فيه كمان غير اللون بتاعه وان هو سوبر ستاي فعلا، ان الفرشة بتاعته بوينتد كده، فسهلة وانا احط ليبستيك. وكمان سهل ان انا احدد شفايفي في نفس الوقت. هحط واوريكم. بصوا الدرجة بتاعته تحفة ازاي. بحبه قوي. وكمان الفرشة بتاعته زي ما قلت لكم بصراحة اختراع، وبتسهل قوي وانتي بتحطيه وبتخليه طالع مظبوط. فده من الحاجات اللي عجبتني قوي وبحب استخدمها، وفعلا هيكمل معاكي الخروجة كلها.
يعني مثلا لو اكلتي حاجه ممكن يطلع شويه، بس هيكمل معاكي. فده من الحاجات اللي عجبتني وهجرب منها الوان تانية. ودي نهايه فيديو النهارده. thank you so much for watching. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب واستنوني في فيديو الاسبوع الجاي. باي باي. ما طلعش حاجه. باي.